فقبل ما تقول ادفع في فيلا بدل شقة، اسأل محفظتك، هل يا ترى انت قد الالتزام بتاع الفيلا ولا لأ، ولا مش قده؟ ناس كتير تقول نفس الدفعة، طب بدل ما بدفعها في شقة ادفعها في فيلا. هو الفكرة مش الدفعة والقسط قد كده، الفكرة فيما بعد الشراء. التزام في الفيلا اكتر، حراسة الفيلا، امن، كاميرات، مية اكتر، كهرباء اكتر، جاردن، المصاريف بتاعتها اكتر بكتير من الشقة. لكن الشقة الالتزام بتاعها معروف، الخدمات مشتركة، كهربتها يعني يا دوب، الدنيا فيها ابسط بكتير. فقبل ما تقول ادفع في فيلا بدل شقة، اسأل محفظتك، هل يا ترى انت قد الالتزام بتاع الفيلا ولا لأ، ولا مش قده؟ متنساش تعمل لنا فولو او سبسكرايب عشان تتابع كل جديد في السوق العقاري.